السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. وحلقتنا وهي كالعادة زي ما بقول كل حلقة هي تكملة لسلسلة حلقات كل اللي عايز تعرفه، السلسلة اللي بنتكلم فيها عن مسلسلات الموسم الرمضاني 2006. وخلال الأيام الأخيرة اتكلمنا عن عدد كبير من المسلسلات، تقدر تخش على القناة هتلاقيهم موجودين وبالترتيب وتتفرج عليهم براحتك. واحنا جايين النهاردة في حلقة جديدة ومسلسل جديد جايين نتكلم عليه، والمسلسل اللي معانا النهاردة وهو مسلسل أب ولكن. المسلسل اللي من بطولة محمد فراج، فكل اللي عايز تعرفه عن مسلسل أب ولكن هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده. فقبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. معاكم أخوكم إسلام، ويلا بينا نخش في الحلقة على طول. رايحين سايبين بإذن سلاح، راجعين رافعين رايات النصر. مسلسل أب ولكن. تعالوا الأول نتكلم ونتعرف على أبطال وصناع العمل. والمسلسل بيضم كل من مع حفظ الألقاب للجميع: محمد فراج وهاجر أحمد، سلوى عثمان وبسمة داود، ركين سعد، هيدي عبد الخالق، محمد أبو داود، حجاج عبد العظيم، اسلام جمال، فاتن سعيد وأحمد كشك وإبراهيم السمان، محمد لطفي وسامي مغاوري، ناردين عبد السلام، عفاف رشاد ومحمد ناصر، وأخيرا ياسمين عمر. ومسلسل أب ولكن من تأليف ياسمين أحمد كامل ومريان هاني، ومن إخراج برضو ياسمين أحمد كامل. وطبعا مسلسل أب ولكن يتكون من وهيتعرض على قناة DMC ومنصة. ودلوقتي بعد ما اتعرفنا على أبطال وصناع المسلسل، تعالى دلوقتي نخش في قصة وأحداث مسلسل أب ولكن. من امتى بابا ادهم ده موجود في حياتي؟ هو اللي كان بيسهر على تعبك؟ هو اللي كان بيطبخ لك؟ هو اللي جاب لك اللعب والحاجات دي كلها؟ اتكلمي! قصة أب وجوانب حياته بعد مروره بأزمة سرية مؤلمة، حيث إن الأحداث تتشابك ما بين القرارات القانونية زي قانون الرؤية. قانون الرؤية ده اللي هو رؤية الأبناء، يعني مثلا حصل طلاق ما بين الأب والأم، فقانون الرؤية ده بيحق للأب إن هو يشوف أولاده أو الأم إن هي تشوف أولادها. فبنشوف الصراعات النفسية والعلاقات المعقدة بين أفراد الأسرة في المجتمع المصري. ربنا خلق الدنيا كلها كده، أب وأم بيجيبوا طفل، انتوا كده بتغيروا الطبيعة. وبنشوف ان المسلسل أب ولكن بيناقش قضية اجتماعية مهمة جدا، وهي قانون الرؤية والأحوال الشخصية وغيرها من الموضوعات اللي بتهم الأسرة المصرية والمجتمع بشكل عام. تشريع اللي ما يداويش كسر الإنسان ده مجرد ورق. احنا محتاجين القانون يتدخل، عايزين نشوف عيالنا، محتاجين القانون يبقى عادل، قانون ما يحرمش الأب من ابنه يا فندم. حيث ان احداث أب ولكن تدور حوالين شخصية أب يحرم من رؤية بنته لسنوات طويلة، بالرغم ان هو بيحاول، حتى محاولاته دي محاولات قانونية المتكررة عشان يستعيد حقه في رؤية بنته وحقه الطبيعي. هو انت فاكرة ان هي بنتك لوحدك؟ بنتي لوحدي ومفيش غيري بيحميها ولا بيهتم بيها ولا بيدلعها. وهنشوف كل ده في رحلة شاقة ومليئة بالآلام والإصرار والدفاع عن الأبوة. وهنشوف برضو إن المسلسل بيطرح تساؤلات مهمة حول القوانين الأسرية وتأثير الخلافات الزوجية على الأطفال، وتسليط الضوء على الجانب الإنساني للأب اللي بيلاقي نفسه في مواجهة مجتمع وقوانين تمنعه وتحرمه من أبسط حقوقه. صدقتي اللي أنا كنت بقوله لك؟ ده كان عايز يخطفك ويبعدك عني وما يخلينيش أشوفك تاني أبدا. طب انت عارفه ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ بيحبك اكتر واحده في الدنيا دي كلها. وطبعا خلال الاحداث هنشوف الفنان ابراهيم السمان بشخصيه صديق البطل، هيكون صاحب محمد فراج. فهنشوف الصداقه اللي هتبدا ما بين ابراهيم السمان ومحمد فراج في احداث. وطبعا هنشوف الصداقه ازاي هتجمع ما بين ابراهيم السمان ومحمد فراج خلال احداث المسلسل. الصداقه اللي هتبدا ما بينهم في اطار صداقه قويه ومسانده، ظهرهم في ظهر بعض، من الاخر صداقه قويه ومسانده متبادله. مش بس كده، هيكون مع خطوه بخطوه وعلى مدار الاحداث. انت عارفه ابوكي عمره ما ساب البيت هنا ليه؟ عشان انا طول عمري ماسكاه من ايده اللي بتوجعه. أنا هوريك أنت والمحامي الشمال اللي ماشية معاه.
وبس دي تعتبر القصه والاحداث اللي هيدور حواليها المسلسل. بان ان هي هتناقش قضيه اسريه، الاب والام ما بعد الانفصال، وازاي بيتحرم الاب ان هو يشوف اولاده. طبعا خلال الفتره الاخيره شفنا الحادثه اللي حصلت، ازاي الاب راح عايز يخطف ابنه وخاله تقريبا الصغير، ازاي مسك فيه ودافع عنه ان هو ما ياخدوش، هو خده في الاخر، بس ازاي بنشوف ان نكتشف في الاخر ان ده كان ابوه، وان هو كان محروم ان هو يشوف ابنه، ففكر واضطر ان هو يعمل كده عشان يشوف ابنه، اللي هو من ابسط حقوقه ان هو يشوف ابنه عادي. فمن الواضح ان المسلسل اب ولكن هيناقش القضيه دي، فدي شيء مهم. انا عايزه يبقى ليا عيله، اب، حد اقول له يا ابوي. وانا بحب النوعيه دي من الاعمال اللي بتناقش القضايا الاجتماعيه، بحبها جدا وبتفرج عليها. فده يجي خلينا نيجي للسؤال بتاع كل حلقه، هل انا متحمس للمسلسل؟ فاكيد انا متحمس لمسلسل اب ولكن لمحمد فراج. محمد فراج واحد من النجوم الصاعدين وبقوه، محقق نجاح خلال الفتره الاخيره. ومحمد فراج اللي قدم النوعيه دي مثلا في مسلسل كتالوج كان قايم برضه بدور اب، ده برضه متميز في النوعيه دي من الاعمال، واخر نجاحاته كان مسلسل ورد وشوكولاته. انا متحمس جدا جدا مسلسل اب ولكن. انت برضو تقدر تحت تشاركني في الكومنتات وتقول لي رايك في المسلسل، وهل انت من محبين محمد فراج وبتتابع اعماله؟ كل ده واكتر تنزل تحت في الكومنتات وتشاركني برايك، هل متحمس لمسلسل اب ولكن. عارفه يا نور، في حاجات كتير قوي في حياتنا بنحبها بس مش هنقدر نوصل لها، لكن لازم في يوم من الايام هنروح لها. وبس كده. طبعا احنا اتكلمنا عن كل حاجه ممكن تبقى عايز تعرفها عن مسلسل اب ولكن، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتك. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناه، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام.